اللي ما شافش البرومو يشوفه، واللي مش عارف احنا مين برضه، احنا ناس، احنا ناس زيكم بالظبط، ويمكن اسوأ منكم كمان. كل الفكره بس ان احنا يعني قربنا من ربنا خطوه، او شفنا يعني ايه معنى القرب من ربنا الجميل دوت. فقلنا ما ينفعش نتغير لوحدنا، لازم احنا وانتم تغيرونا واحنا كمان نغيركم، عشان لما نروح عند ربنا ان شاء الله يوم القيامه كلنا، اللي بيشوفنا واللي حتى قابلنا واللي هيقابلنا واللي ما يعرفناش واللي يعرفنا، ربنا هيعرفنا وهيجمعنا كده سوا ويدخلنا الجنه سوا ان شاء الله. لما جينا نفكر نبتدي بايه، او اول حلقه دي نعملها عن ايه، احترنا. في مشاكل كتير قوي واقفه قدامنا، في حاجات كتير معطلانا، في مشاكل كتير بقى حاسين ان هي حاجه عاديه زي الصحوبيه والشتيمه والمخدرات والسجاير، ويعني حاجات اكتر بكتير اذا كنا اولاد او بنات بنعاني منها. بس كل الفكره اللي تجمعنا واللي دي لازم نبتدي بيها، رغم ان احنا لا شيوخ ولا نعرف يعني نتكلم في الموضوع بصوره دينيه قوي، بس لازم نتكلم عن الصلاه اول حاجه، لان الصلاه دي لو صلحناها كل حياتنا هتتصلح باذن الله. اللي النهارده فعلا هيوصل له المعنى الروحي اللي احنا نفسنا يدخل جواكم، عمره ما هيوقف صلاه تاني. ما بيتصليش ليه؟ هو في موضوع الصلاة الواحد مؤثر جدا، يعني هو بيصلي الصبح طبعا عشان بيبقى أول مرة، يعني بيبقى هو لسه صاحي وعايز يبتدي يومه كده يبقى حلو وبتاع. بس باقي اليوم طبعا طناش، انت بتنزل تروح تيجي الظهر يدا عصر يدا مغرب يدا مفيش أي حاجة، إلا بقى لو في امتحانات وراك حاجة وراك مصيبة أي حاجة لازم تقعد تصلي وتدعي ربنا، وبعد المصيبة دي ما بتخلص ما بتنسى كل اللي فات كله، ولا بتهتم بأي حاجة ولا حتى بتتوضى. يعني في صلاه بصليها وساعات بكسل يعني. بكسل مش عارف، ممكن يكون مثلا عشان الوضوء مثلا مكسل اقوم اتوضى ساعات يعني كسل ملهوش سبب الصراحه، يعني لو سبب مقنع مش عارف بس انا نفسي ارجع اصلي ونفسي التزم في الصلاه والله، مش نفسي اكون كده طول عمري، نفسي التزم في الصلاه لان ما حدش ضامن عمره، يعني انا ممكن اموت مثلا وانا مش مصلي العصر او مش مصلي الظهر، وبعدين الانسان اصلا يعني على حاجه تكون حاجه كويسه عملتها في حياتي، الانسان اصلا زباله يعني، فعلى الاقل تكون حاجه بعملها ان انا اصلي، يعني دي اقل حاجه ممكن. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انتظم في الصلاه، بس المشكله اللي بتقابلني ان الناس اللي حواليا والناس اللي بحبها بتبقى شايفه ان حياتها كلها بايظه، فما جاتش على دي ان هي هتظبط حياتهم، بس بالعكس هي حياتهم هتتظبط وربنا هيحبهم اكتر وهيقلل من ذنوبهم. انا مشكلتي في الصلاه ان انا دايما اقول هصلي الصبح، لا استنى شويه وبعدين اكسل، او ما يجي الظهر ما اصليهوش، فافضل كل صلاه كده ورا بعضها ما اصليش ولا صلاه، وفي الاخر تيجي عليا تراكمات وما اصليش، اجي اقول بكره اصلي برده ما اصليش. دي مشكلتي في الصلاه من ناحيتي انا. الناحيه الثانيه ان دلوقتي اصحابي ما فيش حد بيشجعني، ما بحسش ان في حد ممكن يقول لي تعالى قوم صلي، تعالى نصلي، ما فيش كده خالص. يعني دي مشكلتي مع الصلاه. المشكله اللي بتخلي الواحد ما يصليش ان ممكن اهله من هو صغير مش معودين ان هو يصلي، وحتى لو قرب من ربنا وبدأ صلاه الناس اللي حواليه بيأثروا عليه وبيجيبوا ورا. اكيد طبعا نفسي ارجع للصلاه تاني، عشان سبب من الاسباب يعني الناس مش بلاقي مشاكل، وبلاقي ناس تعاملني كويس وراحه نفسيه والدنيا ماشيه معايا كويس وكده. زياد، نعم. انت بتصلي؟ عشان ربنا يحبني. بتصلي ازاي؟ الحل في مشكله الناس اللي بتعمل ذنوب كتير ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث فيما معناه ان ربنا بيفرح بتوبه عبده، لكن لو هم فضلوا بيفكروا في الذنوب دي هيفضلوا بينهم وبين ربنا حاجز ومش هيتغيروا، لكن لو بداوا يصلوا وبداوا ينتظموا في الصلاه حياتهم هتتعدل وذنوبهم هتقل. الصلاه انا عايز اخليك تحس ان هي هديه من ربنا، مش عباده ثقيله، ولو كانت ثقيله ربنا هيعوضك جزائها عنائك وتعبك، ان شاء الله ربنا هيعوضه لك في الاخره. ربنا اول عمل بيسال عنه الصلاه، فان صح الصلاه صح العمل كله، وان فسدت فسد العمل كله. معنى كده ان اللي انت معاك بالخمس صلوات دول مفتاح الجنه. طيب كل الكلام اللي قلناه ده كلام كويس وكلام ممكن يأثر فيا ويخليني اتغير واصلي، بس هصلي فتره وبعدين هنساه وهرجع تاني ما اصليش. احنا عايزين حلول عمليه، حلول ننفذها تخلينا نرجع نصلي تاني. احنا اول مشكله عندنا اللي هي التأجيل. انا لازم يبقى عندي مبدأ في حياتي ان الصلاه دي اهم حاجه. انا بقى قاعد على النت، بقى بلعب، بذاكر، اي حاجه ماشي في الشارع، انا يبقى عندي الاولويه للصلاه. اول ما الاذان اسمعه لازم اروح اصلي، عشان حتى لو انا يعني سبت نداء ربنا وكملت اللي انا بعمله ربنا مش هيبارك لي في اللي انا بعمله ده. دايما انا عارف ان ورايا عندي 5 صلوات في اليوم، دول اهم حاجه في حياتي اعملهم وبعدين اعمل اللي انا عايزه.
تاني حاجه موضوع الصحاب. انا ممكن اكون الحمد لله بدات التزم في الصلاه، بس جيت قعدت وسط صحابي هم مقصرين في الصلاه او مش بيصلوا، انا دوري ان انا انصحهم، دوري ان انا اخد بايديهم عشان نروح نصلي سوا. اول ما اسمع اذان وانا في وسطهم يلا يا جدعان عشان نصلي، لقيتهم بقى بداوا يضروني، بداوا يقولوا لي لا يا عم خليها كمان شويه، انت هتعمل لنا فيها شيخ، بداوا يتعاملوا معايا ان هم هياثروا عليا سلبيا. انا لازم ساعتها اخد قرار، انا هقوم اصلي وماليش دعوه بيهم. اي نعم انا ممكن اكون يعني خايف يزعلوا مني او بحبهم جدا وكده، بس انا ربنا بحبه اكتر، انا ربنا ليه الاولويه عندي، فاول ما اسمع النداء بتاع ربنا اسيب صحابي واقوم، يا اما اخدهم معايا. ماشي. تالت حاجة الخطوة الأولى، أنت لو الأذان ادن عليك وأنت في أي حتة، لو قلت مثلا الأذان استنى الإقامة أقامت، طب 5 دقايق كده هقوم بخلص حاجة في درس في أي حتة، 5 دقايق كده وهقوم شوية، لا ده الأذان اللي جاي لسه فاضل عليه نص ساعة يعني شوية كده وهقوم، هتلاقي نفسك الوقت عدى عليك وما صليتش. أنت ده مدخل الشيطان وبيقول لك لسه وقت شوية كمان، طب خلص دي وصلي. أنت لو الأذان ادن رحت سايب كل حاجة في إيدك وقمت هتصلي. اخر مشكله هي مشكله الكسل. انت لو جيت سالت انت بتكسل ليه مش هيعرف يجاوبك، لان الكسل ده حاجه من جوانا، فاحنا لازم نوجد لها برضو حل من جوانا. الحل ده اللي هو الاراده. انت تكون الاراده دي ازاي؟ انت تبتدي تسمع وتقرا عن الصلاه، ما تسمعش عن الحركات. احنا كلنا بنعرف نعمل حركات، بس تعرف توجد الروح بتاعه الصلاه، تعرف ازاي تبقى عندك خشوع في الصلاه، وتكون صحبه حواليك تبدا تساعدك ان انت تصلي، وتاخد قرار من جواك ان انا يا رب مش هفوت صلاه تاني. عشان ابدا احس بطعم الصلاه واحب الصلاه واصلي وانا فرحان، لازم افهم اللي انا بعمله. اول حاجه لما اقول الله اكبر دي اكون حاسس بيها، يعني انا قلت الله اكبر ما ينفعش بقى اقعد افكر في حاجات تانية، انا قلت الله اكبر من اي حاجه، دخلت جوه الصلاه، ما ينفعش اقعد اسال نفسي هو انا هاكل ايه كمان شويه، هو انا هذاكر ايه النهارده، هو النهارده جاي فيلم ايه على قناه ايه، هو النهارده الماتش ايه الساعه كام، النهارده انا هخرج مع العيال فين. ما ينفعش افكر في الكلام ده كله طالما انا دخلت الصلاه. طول ما انا في الصلاه بفكر في ربنا وفي الذكر اللي انا بقوله بس. اول حاجه مثلا حاجه زي سوره الفاتحه دي، انا سوره الفاتحه دي بقراها 17 مره في اليوم ولا حاسس بيها. سوره الفاتحه دي حوار بيني وبين ربنا، انا بقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيقول حمداني يا عبدي، الرحمن الرحيم ربنا يقول اثنى عليا عبدي، وهكذا. السوره عباره عن كلام بيني وبين ربنا، ما ينفعش انا اقوم جاي يعني اقول له الكلام ده وبتكلم مع ربنا وما ادوش اي تقدير، يبقى انا ساعتها مش عارف اصلي اساسا. بعدين لما اركع واقول ذكر الركوع، ولما اسجد واقول ذكر السجود، وانا في السجود الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. انا وانا ساجد بكون قريب جدا من ربنا، فممكن ادعيه يسمعني، وممكن اقول له اي امنيه نفسي فيها يحققها لي. لازم انا احس بكل ده عشان ابدا احب الصلاه. طول ما انا بعمل حركات كده خلاص عمري ما اتمتع بالصلاه. عشان تبدا تحس بطعم الطاعه وتستمتع بيها لازم تعبد ربنا عشان انت بتحبه، مش عشان انت خايف منه، وان انت رايح تصلي عشان انت بتحب الصلاه، مش عشان هي حاجه تقيله عليك او واجب عليك، وان انت اصلا رايح تقابل اقرب حد ليك. اخر حاجه هوصينا بيها هنعملها كل يوم قبل ما ننام عشان نحاسب نفسنا على الصلاه. كل يوم بالليل افتح ايدي كده 5 صوابع 5 صلوات، وابدا اعد واحاسب نفسي. الصبح صليته، الحمد لله صليته. الظهر الحمد لله صليته برضو. العصر لا ساعتها كنت نايم. المغرب ساعتها كنت نزلت. العشاء كنت قاعد مع اصحابي. وافتكر كويس ان انا ممكن في مره اقفل ايدي واموت وما افتحهاش تاني. Allah, yeah, Allah, guide me all the way to your Jannah.